أهلا بيكم معانا النهاردة. موضوعنا مهم وبيلمس حياة أي حد بيفكر لقدام في وضعه المالي. معانا شوية مصادر كده بتتكلم عن إزاي نبني ثروة، بس مش كلام عن ضربات حظ، لأ، دي استراتيجيات ليها أساس علمي وقوي. الملفت في الكلام ده كله يعني فكرة ممكن تبان بسيطة قوي، إزاي مبالغ صغيرة والله صغيرة ممكن مع الوقت ومع شوية نظام تتحول لأرقام ليها قيمة فعلا. النهاردة هنركز على 3 أفكار أساسية المصادر دي بتعتبرها يعني زي حجر الأساس كده. أول حاجة قوة الفايدة المركبة، وبعدين حيلة حسابية بسيطة اسمها قاعدة 72، وكمان طريقة استثمار عملية جدا اسمها الاستثمار الدوري المنتظم. هدفنا نفهم ازاي ال3 دول بيشتغلوا سوا عشان يخدمونا على المدى الطويل. بالظبط كده. وأكتر حاجة عجبتني في المصادر دي إنها بتوضح إن الكلام ده مش للخبراء بس، يعني مش لازم تكون خبير مالي عشان تستفيد منه، لا خالص. دي أدوات منطقية ومتاحة لأي حد. هي بتعتمد أكتر على إن الواحد يفهم ويلتزم، مش على معاه كام دلوقتي. الفكرة كلها إن الزمن ممكن يبقى صاحبك جدا لو عرفت تستخدمه صح. ممتاز. طب يلا نبدأ بأول مفهوم اللي هو يعتبر الأشهر والأهم تقريباً، الفايدة المركبة. بيقولوا عليها يعني مقولة مشهورة كده بتتقال ساعات على لسان أينشتاين إنها الأعجوبة الثامنة في العالم. ليه بقى الوصف الكبير ده؟ إيه السر يعني؟ بصي، السر كله في كلمة مركبة. يعني إيه؟ يعني مش بس فلوسك الأصلية اللي بتجيب لك ربح أو فايدة، لأ، ده الربح ده نفسه بيرجع يشتغل تاني، بيعاد استثماره، ويبدأ هو كمان يجيب أرباح جديدة، وبعدين الأرباح دي تجيب أرباح تالتة، وهكذا. المصادر بتشبهها بحاجة لطيفة قوي، زي كرة تلج الصغيرة، بتبدأ صغيرة فوق الجبل وهي بتتدحرج. آه. في الأول بتكبر بالراحة، بس كل ما تكبر وتنزل مساحتها بتزيد، فبتلم تلج أكتر. فجأة تلاقيها بتكبر أسرع وأسرع، حجمها بيتضاعف بمعدل بيزيد مع الوقت. تشبيه حلو قوي ويوضح الفكرة فعلا. طب بالأرقام بقى عشان الصورة تكمل؟ المصادر بتقول لو حد مثلا استثمر 10,000 جنيه، ونفترض يعني مجرد افتراض للمثال إن في عائد سنوي 10%، بعد 20 سنة الفلوس دي ممكن توصل لأكتر من 67,000 جنيه. ده بالفايدة المركبة طبعا. أيوة. وهنا بقى بتيجي المقارنة المهمة جدا اللي المصادر بتركز عليها. قارني ده بالفايدة البسيطة. لو الفايدة بسيطة يعني الربح بيتحسب كل سنة على 10,000 جنيه الأصلية وبس. بعد 20 سنة المبلغ هيبقى كام؟ 30,000 جنيه فقط. 10,000 أصل، وكل سنة 1,000 جنيه ربح لمدة 20 سنة، يبقى 20,000 أرباح. ياه، فرق كبير قوي، أكتر من 37 ألف جنيه زيادة. بالظبط، شفتي الفرق؟ ال37,000 زيادة دول هم قوة الفايدة المركبة. الأرباح اشتغلت هي كمان وجابت أرباح. الموضوع ده فعلا مبهر بالأرقام، بس في نقطة المصادر برضو بتشير ليها، إن القوة الحقيقية دي مش بتبان قوي في الأول، صح؟ دي نقطة ممتازة ومهمة جدا جدا. المصادر بتأكد على الحتة دي. يعني في المثال بتاعنا أبو 10,000 جنيه ده، عشان المبلغ يتضاعف أول مرة ويبقى 20,000 هياخد حوالي 7 سنين وشوية. لكن شوفي بقى، عشان يتضاعف تاني من 40,000 ل 80,000 لو كملنا بنفس المعدل هياخد برضه حوالي 7 سنين وشوية. بس هنا الزيادة 40,000، مش 10,000 زي أول مرة. فهمت. التسارع ده بيحصل مع الوقت الطويل. تماماً. كل ما الوقت يطول النمو بيبقى أسرع وأكبر. عشان كده المصادر بتقول إن الوقت نفسه أهم عنصر، أهم حتى من محاولة تحقيق أعلى عائد ممكن في سنة واحدة وخلاص. الصبر هو المفتاح. جميل جدا، يعني الصبر والاستمرار هم البنزين للموتور ده. طيب بما إننا جبنا سيرة الوقت اللي الفلوس محتاجاه عشان تتضاعف، المصادر بتقول في أداة بسيطة كده تساعدنا نحسبها بسرعة، اسمها قاعدة ال 72. ممكن تشرح لنا دي ببساطة؟ طبعاً. قاعدة ال 72 دي يعني زي اختصار سريع كده عشان نعرف بالتقريب الاستثمار بتاعنا هياخد كام سنة عشان قيمته تتضاعف لو افترضنا عائد سنوي ثابت. الحسبة بتاعتها سهلة قوي. بنقسم رقم 72 على نسبة العائد السنوي اللي متوقعينه، بس النسبة من غير العلامة المئوية بتاعتها. يعني لو 10% يبقى نقسم على 10. الناتج هو عدد السنين التقريبي للمضاعفة. تمام، يعني لو المصدر بيقول إن العائد المتوقع مثلا 12% في السنة، يبقى الحسبة 72 على 12
فيها الستة، يعني الفلوس هتتضاعف كل 6 سنين تقريباً؟ بالظبط كده. ولو العائد المتوقع كان 8%، تبقى الحسبة 72 على 8، يعني 9 سنين عشان الفلوس تتضاعف. طب لو 6%، يبقى 72 على 6، يعني 12 سنة. سهلة فعلاً. هي سهلة، بس طبعا زي ما المصادر بتنبه، هي قاعدة تقريبية مش دقيقة 100% يعني. الدقة بتقل شوية لو العائد عالي قوي أو قليل قوي، أو لو بيتغير كل سنة. وكمان هي مش بتحسب حاجات زي التضخم أو الضرايب. طب سؤال بقى، بما إنها تقريبية وليها حدود كده، ليه المصادر مهتمة بيها وبتشرحها؟ يعني إيه لازمتها للمستثمر العادي؟ سؤال حلو. قيمتها الحقيقية في سهولتها وسرعتها في توصيل الفكرة. فكرة إيه؟ فكرة تأثير نسبة العائد على سرعة نمو الفلوس. بدل ما الواحد يقعد يحسب بمعادلات معقدة أو يستخدم آلة حاسبة مالية عشان بس ياخد فكرة عامة، القاعدة دي بتديله تصور سريع، بتخليه يحس بالفرق. يعني لما تقارني فرصة استثمار بتجيب 6% وفرصة تانية بتجيب 9%، الفرق مش مجرد 3% وخلاص. لا، ده الفرق بين فلوسك تتضاعف في 12 سنة أو في 9 سنين بس. ده فرق كبير على المدى الطويل. فالقاعدة بتساعد الواحد يستوعب ده بسرعة. هي أداة فهم وتحفيز أكتر منها أداة تخطيط بالملي. فهمت. بتخلي الواحد يتخيل أثر الفايدة المركبة بشكل عملي أسرع. تمام قوي. طيب كده فهمنا الفايدة المركبة وإزاي بتشتغل، وقدرنا نقدر وقت المضاعفة بقاعدة 72. نوصل بقى للنقطة اللي بتقلق ناس كتير قوي زي ما المصادر بتقول، حتة التوقيت دي، الخوف بتاع أدخل السوق إمتى، طب هو غالي دلوقتي، طب استنى ينزل، طب لو اشتريت ونزل، القلق ده كله. هنا بقى بيجي دور المفهوم الثالث، الاستثمار الدوري المنتظم أو الدولار كوست افريجنج. إزاي ده بيحل المشكلة؟ الدولار كوست افريجنج أو الدي سي اي اختصاراً، ده بيقدم حل عبقري للمشكلة دي، بس هو حل سلوكي أكتر منه فني. الفكرة ببساطة، بدل ما تقعدي تحاولي تخمني السوق رايح فين وجاي منين، ودي حاجة شبه مستحيلة، لا، انت بتعملي حاجة تانية خالص. بتلتزمي انك تستثمري مبلغ ثابت، مثلا 1000 جنيه كل شهر أو $500 كل 3 شهور، أيا كان المبلغ، وعلى فترات منتظمة في نفس الحاجة، زي صندوق مؤشر مثلا. بتعملي كده بغض النظر تماما السوق عامل ايه، طالع بتشتري، نازل برضه بتشتري، ماشي بالعرض بتشتري برضه، بنفس المبلغ وفي نفس الميعاد. يعني الفكرة إني ماليش دعوة بتقلبات السوق اليومية دي، أنا ماشية على نظام ثابت وخلاص. بالظبط. والميزة الكبيرة اللي المصادر كلها بتشرحها هي إن بالطريقة دي مع الوقت متوسط سعر الشراء بتاعك بيبقى كويس جدا. فكري فيها كده، لما السوق يبقى غالي والسعر عالي، ال1000 جنيه بتاعتك دي هتشتري أسهم أو وحدات أقل. ولما السوق ينزل والسعر يرخص، نفس ال1000 جنيه هتشتري وحدات أكتر. فالنتيجة النهائية بعد فترة طويلة إيه؟ إن متوسط تكلفة الوحدة اللي اشتريتيها بيكون غالباً أقل من متوسط سعر الوحدة نفسها في السوق خلال نفس الفترة. كأنك بتستفيدي من النزلات دي عشان تشتري كميات أكتر بنفس الفلوس. المصادر بتدي مثال عشان توضحها أكتر، زي حد بيحط $200 كل شهر في صندوق مؤشر زي ال S&P 500 في أمريكا. أوقات هيشتري غالي وأوقات رخيص. أيوة، المثال ده كويس. في الآخر بعد سنين هو كده عمل إيه؟ أولاً، ما جازفش إنه يحط كل فلوسه مرة واحدة والسوق فوق فيقع بيه. وثانياً، متجمدش ومفضل بره السوق خايف يدخل والسوق عمال يطلع وهو بيتفرج. هو ببساطة استمر في الشراء وخلاص. بس الأهم كمان من حتة متوسط السعر دي هي الميزة النفسية والسلوكية. المصادر بتأكد عليها جداً. الطريقة دي بتشيل العواطف من المعادلة. لا في طمع لما السوق يطلع، ولا في رعب لما السوق ينزل. يعني بتلغي التفكير العاطفي ده؟ إلى حد كبير. بتحول الموضوع لعادة، زي ما بتدفعي فاتورة النور أو قسط الموبايل كل شهر. خلاص، ده مبلغ بيطلع للاستثمار كل أول شهر مثلا. ده بيفرض عليكي الالتزام والانضباط، ودول أهم حاجة للنجاح على المدى الطويل زي ما قلنا. بس في نقطة كده ممكن حد يفكر فيها. المصادر بتقول لو السوق أصلاً طالع على طول، يعني في اتجاه صاعد واضح ومستمر، مش الأحسن إني أحط الفلوس كلها مرة واحدة في الأول lump sum بدل ما أقسطها DCA؟ سؤال مهم، وفعلا المصادر بتناقش النقطة دي. كلامك مظبوط من الناحية الحسابية البحتة. لو فعلا السوق طالع بشكل مستمر، إنك تحطي مبلغ كبير مرة واحدة في الأول غالبا هيجيب عائد أعلى. ليه؟ عشان كل الفلوس دي اشتغلت من أول يوم واستفادت بالطلوع ده كله. لكن المصادر بتوازن ده بنقطتين تانيين مهمين جدا. أولا،
مين يقدر يعرف ويضمن إن السوق هيفضل طالع على طول؟ التوقع ده صعب جدا. ثانياً، ودي الأهم، المخاطرة النفسية. تخيلي حد حط كل تحويشته مرة واحدة وبعدها بأسبوع السوق نزل 30%، هيحس بإيه؟ أكيد هيبقى صعب جدا نفسيا. جداً. الأغلبية مش بيستحملوا، بيبيعوا بخسارة في قاع السوق. الدي سي اي بقى بيعمل ايه؟ هو ممكن يضحي بجزء صغير من الربح الزيادة لو السوق طلع على طول، مقابل انه يديكي حماية نفسية كبيرة ويقلل احتمالية انك تاخدي قرارات وحشة وقت الأزمات. عشان كده معظم المصادر بتشوف ان الدي سي اي أنسب للمستثمر الفرد العادي. توضيح ممتاز فعلا. يبقى كده الصورة وضحت، فهمنا قوة الفايدة المركبة، وعرفنا طريقة تقديرية لزمن مضاعفة المال بقاعدة 72، وشفنا إزاي الاستثمار الدوري المنتظم بيحل مشكلة التوقيت والقلق. الخطوة الجاية بقى نربط الخيوط دي ببعضها. إيه اللي بيحصل لما نجمع التلاتة دول مع بعض ونمشي عليهم فترة طويلة؟ اللي بيحصل ده هو اللي بعض المصادر بتسميه مجازاً كده محرك بناء الثروة الصامت. تخيلي المشهد ده معايا. المستثمر ملتزم بالدي سي اي، كل شهر بيحط مبلغ ثابت. ده بيضمن انه شغال بيشتري وبيجمع اصول بمتوسط تكلفة كويس ومش بيقف. تمام؟ تمام؟ في نفس الوقت كل قرش بيتحط، كل دفعة استثمارية بتبدأ فوراً تشتغل وتستفيد من الفايدة المركبة. الأرباح اللي بتيجي بترجع هي كمان تشتغل، سواء بقى الصندوق نفسه بيعيد استثمارها أو لو في توزيعات أرباح الواحد بيرجع يستثملها تاني. ومع مرور السنين بقى المحفظة دي مش بس بتكبر عشان انت بتحط فيها فلوس كل شهر، لا، الأهم إنها بتبدأ تكبر لوحدها بشكل أسرع وأسرع، عشان الفايدة المركبة بتشتغل على المبلغ الكلي اللي عمال يكبر ده. والفايدة المركبة هي اللي بتخلي العربية دي سرعتها تزيد تلقائياً مع الوقت. الله ينور عليكي، تشبيه ممتاز. الدي سي اي بيضمن إنك بتضيفي وقود للمحرك باستمرار وبنظام، والفايدة المركبة بتضاعف قوة الوقود ده مع الزمن. وهنا ممكن قاعدة ال 72 تساعدك تتخيلي سرعة دوران المحرك ده هتكون عاملة ازاي. التلاتة بيخدموا على بعض. الاستثمار الدوري بيحل مشكلة أبدأ إمتى وأستمر ازاي. الفايدة المركبة بتجاوب على طب نتيجة استمراري ده إيه في الآخر. وقاعدة ال 72 بتديكي لمحة عن الآخر ده ممكن يبقى قريب ولا بعيد. عشان كده المصادر بترجع تاني لتشبيه كرة التلج. بتبدأ صغيرة قوي أول مبلغ شهري، ومع كل لفة كل شهر وكل سنة بتلم تلج أكتر، أرباح مركبة بلس إيداعات جديدة، ومع الوقت الطويل قوي المسافة اللي بتدحرجها حجمها بيبقى ضخم لدرجة الواحد ما كانش يتخيلها في الأول. في مقولة كده لخصتها واحدة من المصادر عجبتني قوي، بتقول بما معناه الموضوع مش انت معاك كام دلوقتي، الموضوع انت عارف ازاي تسيب الفلوس دي تشتغل صح وبهدوء. المقولة دي فعلا بتلخص فلسفة الموضوع كله. بناء الثروة المستدامة ده زي ما المصادر بتأكد ماراثون طويل مش سباق 100 متر، بيعتمد على فهم الأساسيات زي الفايدة المركبة وتطبيقها بنظام وصبر عن طريق أدوات زي الاستثمار الدوري. الالتزام بالخطة أهم بكتير من محاولة تحقيق مكسب سريع أو توقيت السوق المثالي. طيب لو حبينا نطلع بزتونة الموضوع كله، يعني رسالة أساسية ومختصرة من المصادر دي، نقول إيه؟ أعتقد أوضح رسالة هي ابدأ دلوقتي حالا بأي مبلغ تقدر عليه حتى لو بسيط. الأهم هو إنك تبدأ وتستمر وتلتزم، وسيب الوقت والفايدة المركبة يعملوا شغلهم. بناء الثروة ده مشوار طويل محتاج صبر ونفس طويل، والمبادئ اللي اتكلمنا فيها دي هي الأدوات اللي أثبتت فعاليتها عشان توصل للهدف ده، وهي متاحة للكل تقريبا. الأهم من المبلغ هو البداية والاستمرارية. نقطة ممتازة فعلا. طيب عشان نختم، وبما إن فكرة الالتزام والاستمرارية دي اتكررت كتير قوي في المصادر كأساس للنمو، في سؤال كده ممكن نفكر فيه بعد ما نخلص. بعيداً عن استثمار مبلغ شهري ثابت، يا ترى إيه ممكن تكون عادة مالية تانية صغيرة قوي برضو بس تكون مستمرة ومنتظمة، ممكن أي حد يبدأها من بكرة الصبح عشان يطبق نفس المبدأ ده، الانضباط لص الزمن، في أي حتة تانية في حياته المالية غير الاستثمار نفسه؟ سؤال مفتوح للتفكير يعني.